كده رشة زيت بسيطة جدا هتخليه مقرمش وحلو وطعمه احلى. فعدم حططان الزيت نهائي ده بيجيب نتيجة سلبية معايا في الاكل. رقم 3 وكلنا مش بناخد بالنا منها، لو حطينا اكل فيه ميه كتير مبلول، لو انا عايزه يتحمر بسرعه معايا، مهم جدا اكون بنشفه حتى لو باي كلينكس او من اي مناديل، واكون بحط له رشه زيت صغيره واحطه في الفراير. الاكل اللي فيه ميه كتيره بياخد وقت اطول في التايمر، وكمان مش بيحمر كويس. فالافضل هنشفه عشان يتحمر صح ويبقى طري. حاول ننشفه الاكل بمناديل قبل ما نحطه في الاير فراير. رقم 4 ودي مهمة جدا، ما نسيبش الاكل من غير تقليب. يعني مش كل انواع الاير فراير فيها الايد اللي بتقلب تلقائي، لا دي انواع قليلة. ففي الاغلب اغلب الانواع الاير فراير محتاجين جدا